عارف يا بابا، عارف. في قوانين بتنظم الكون وبتتكرر في كل حاجة، زي ما 1+1 بيساوي 2، الإيمان والرضا بيساوي سعادة. عشان كده كتاب زي كتاب فن الحرب اللي ألفه من 2500 سنة عشان يشرح للقادة العسكريين إزاي ينتصروا في المعارك، وما كانش أبداً يخطر على باله إن إحنا ممكن تقريباً نطبقه على كل حاجة في حياتنا. انت واثق في المنطق ولحد ما ده يحصل؟ هعمل اللي كنت مستني سنين عشان أعمله. هبرأ أبويا. مشاهدينا الأعزاء اللي متابعين قضية رجل الأعمال توفيق إبراهيم، الحقيقة القضية دي حصل فيها تطورات كبيرة الفترة الأخيرة بعد ما أثبتت التحقيقات تورط أطراف أخرى في القضية. والنهاردة في جلسة، ومن المتوقع أن المحكمة تصدر قرار بإخلاء سبيل الأستاذ توفيق إبراهيم بعد ما سدد كل فلوس المدعي. ألف مبروك، أنا فرحان لك جدا. الله يبارك في حضرتك. مستند عظيم هيخليك تقبض على سليمان النشار وتعمل أكبر قضية إتجار سلاح وغسيل أموال عملتها في حياتك. على فكرة أنا كنت وعده إني ما أقدمش الدليل ده للبوليس، بس عشان غلاوتي عندك طبعا غيرت كلامك. لا، ما أنا مش بعتبر سعادتك بوليس، أنا بعتبرك صديق. وبكده تبقى ما غلطتش. معلم. ما تعرفش ياسمين فين؟ مش عارف، بس لما تحققوا مع سليمان احتمال يبقى عارف. لسه ناوي تعمل اللي أنت قلت لي عليه؟ لازم. هتقدر؟ مفيش قدامي حل تاني، هو ده العدل. التفاصيل اللي حصل غريبة جدا في الحقيقة، وسمعنا إن كان في زي خطة عملوها مجموعة من المودعين لاستعادة الأموال المسروقة، ومعانا منهم الأستاذ سيد عبد السلام الشهير بسيد الجوكر. أهلا بحضرتك. والباشمهندس تامر عادل والأستاذة صفية عبد الرازق. احكي لنا يا باشمهندس تامر، إيه الموضوع؟ هو الموضوع باختصار يعني ان احنا قدرنا ان احنا نسترد يعني كل الفلوس اللي اتسرقت من المودعين يعني اللي حطوها في معلش اصل استاذ تامر تلاقيه متوتر شويه كمنه اول مره يقف قدام كاميرا. حتى ما كنا في العمليات حضرتك كان يعني يعمل نفسه نصح وفي الاخر بيجيب ورا. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا ضحينا بارواحنا وممتلكاتنا واعز ما نملك. ايه اعز ما نملك دي؟ انت سخنت كده ليه؟ الموضوع في الاول يا ابله يا فندم كان صعب جدا. قلت لهم احنا داخلين على حرب ولازم ننتصر فيها. قالوا لي يا استاذ سيد احنا مش قد الناس دي. قلت لهم لا احنا اصحاب حق والحق صوته عالي، عشان كده تلاقي صوته عالي شويه. أيوة، يعني أنتوا رفعتوا قضية ولا بلغتوا البوليس ولا عملتوا إيه؟ سرقنا. إيه؟ يعني إيه سرق؟ اتسرقنا دي العسمه. هو سيد بس متوتر يا فندم علشان هو كمان اول مره يقف قدام كاميرا برضو. حضرتك احنا بالتعاون مع الاموال العامه قدرنا ان احنا نعمل كمين للناس اللي سرقوا الفلوس من المودعين، وقدرنا ان احنا نرجع الفلوس لاصحابها ونثبت الحقيقه. كده الموضوع ما بقاش حرش، بقى عادي مش هيشد الناس. سيد انت بتقول ان احنا زورنا وسرقنا؟ انت كنت عايز تحبسنا؟ في ايه يا تامر متنح كده ليه؟ تامر في ايه؟ هو انتوا خدتوا فلوسكم؟ لا، انا زياد خلاني اتنازل عن القضيه بتاعتي القديمه، والمفروض بكره الصبح اروح اخد الفلوس بتاعتي اللي كنت حطاها. وال10 مليون جنيه. وال10 مليون جنيه. كل واحد فيكم هترجع له فلوسه وعليهم 10 مليون جنيه، بس مفيش حد هياخد فلوسه ولا المكافأة ال10 مليون جنيه إلا لما نرجع كل الفلوس اللي اتسرقت. انا برضو مضيت على التنازل ده وكل المودعين مضوا عليه. احنا هنشغل دماغنا ليه؟ ما احنا عارفين مكان الراجل، لو عوزناه هنروح له. انتوا هتخلوا الفار يلعب في عب ليه؟ أنا مش مصدق، أنتوا مصدقين؟ شكرا يا زياد. شكرا يا زياد. شكرا يا سيدي. أهو كده. صدقتي بقى إنه كان بيحارب عشاننا؟ إيه رأيك يا حبايبي؟ نسافر نروح أي بلد عشان نريح أعصابنا شوية. فكرة كويسة جدا. نسافر إيه؟ ده أنا ما صدقت إنك خرجت. ما أنت ما شفتيش اللي أنا شفته. أنت فاكر إنك كنت مسجون وإحنا كنا بنتفسح؟ ما كفاية العار والفقر والخوف اللي إحنا شفناه. طب أنا راضي ذمتك يا ست الكل، ده وقته برضه؟ بصراحة مش وقته خالص. ماشي، هسكت. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبتي. يا ريت بس تكون عرفت إن أي تصرف بتتصرفه بيأثر على بيتك وبناتك.
ماشي. المرة الجاية هختار واحدة أحسن شوية. بصراحة حلوة. مفيش فايده. عن اذنكم يا جماعه ثانيه واحده. اتفضل يا حبيبي. الحمد لله على سلامة أمك. الله يسلمك. عملتي ايه؟ هو مش خلاص بقى خرجت باباك من السجن؟ عايز توصل لإيه تاني؟ القائد الذي يتوقف قبل ان تنتهي المعركه يهدي النصر للعدو، معروف. برضو؟ ايوه طبعا. وبعدين ده واحد سارق 3 مليار جنيه، وغالبا هيبقى هو ورا كل اللي بيحصل ده. هنسيبه كده يستمتع بفلوس الغلابه؟ ده غير كمان انه ممكن يكون خطر علينا، احنا ما نعرفش هو ممكن يعمل فينا ايه. أنا مش فاهمة 3 مليار إيه؟ مش الفلوس كلها رجعت بأمارة إن أنكل قاعد قدامنا أهو؟ ركزي معايا. فلوس المودعين اللي اتسرقت اقل من 2 مليار جنيه، حوالي مليار و880 مليون. ودول كانوا يعملوا لهم ساعتها 120 مليون دولار. نصهم سرقهم النصابين الثلاثه، جاسر وهاشم وياسمين. والحمد لله احنا رجعنا الفلوس دي خلاص، اللي هم 60 مليون دولار. ودول يعملوا لهم كام دلوقتي؟ كام؟ 3 مليار جنيه. أيوة 3 مليار، ماشي. واكتر كمان. والمودعين ما كانوش حاطين فلوسهم بالدولار، بالجنيه؟ يعني إيه؟ يعني دلوقتي القيمة الفعلية لفلوس المودعين دلوقتي أكتر من 6 مليار جنيه. بس لما المودعين يجوا ياخدوا فلوسهم هياخدوا 2 مليار إلا ويتنازلوا عن القضايا، لأن هي دي الفلوس المثبتة في الشيكات والوصولات. بالظبط كده. فهم. ونص الفلوس التاني اللي أخدهم الحرامي النصاب اللي احنا بندور عليه بعد ما استغل فرق العمر. طيب أنا كده كده عملت تحريات وجبت معلومات، كنت أتمنى إن أنت ما تحتاجهمش ونروح بقى ونعيش حياتنا. بس هعمل إيه بقى؟ أنت كنت عايز تعرف لو في حد على علاقة بكل اللي اتجوزتهم ياسمين، مش كده؟ ده اللي مصطفى العسال قالهولي. طب عايز أعرف الشركة اللي في مصر دي بتاعت مين؟ اللي كانت بتاخد جزء من الفلوس. قصدك يعني عشان دي الشركه بتاعت الشريك الخفي؟ بالظبط. لا ما اعرفش، مستحيل اصلا هقدر اعرف. بس انت ممكن. ازاي؟ انت عارف تاريخ ياسمين كويس قوي من قبل ما تتجوز باباك. شوف مين العامل المشترك بينها وبين كل اللي هي اتجوزتهم، اكيد هتوصل. ده اللي اقدر اساعدك بيه. عرفت إن في محامي كان على علاقة بكل اللي اتجوزتهم ياسمين. يعني هاني إسماعيل مثلا كان مصدره في القضية بتاعة الأوتيل، حمادة عيسى كان مصدره للحي في المشكلة بتاعة أجانس العربيات، حتى باباك كان مخليه يمسك كل قضايا المجموعة. اسمه شوقي عبد الحي. لا، شوقي عبد الحي ده اسم معروف، ده محامي كبير. يعني عادي طبيعي جدا انه يبقى على علاقه بكل دول. بس مش طبيعي بقى اللي أنا وصلت له. اللي هو ده جالي امبارح بالليل. من مين؟ من ياسمين. بالرغم من إني بكرهك وعايزة أفعصك زي الحشرة، بس في حاجة فيك مخلياك تصعب عليا. أنت مثالي قوي بجد. الدنيا بالنسبة لك أبيض وأسود. عايزة أشوفك لما تعرف الحقيقة وتكتشف إن الدنيا مش بالبساطة دي. هتعمل إيه؟ بما إن الرسالة دي وصلت لك يبقى أنت كسبت، وأنا أكيد مش موجودة. الراجل ده كان المفروض يحميني، واخد تمن ده مرة واتنين وتلاتة وعشرة، ولو أنا خسرت يبقى هو كمان لازم يخسر. في واحد بينخور وراكي، راح للمحامي اللي ماسك ملفات المودعين. زياد توفيق إبراهيم، هو ده اللي بينخور ورايا. وهو اللي سجن هاشم الفحام وجاسر رضوى. مخبية فلوسي في مكان مش أحسن حاجة. قولي لي مخبياهم فين وأنا أحرسهم لك. وأنت من حقك إنك تعرف الحقيقة وتستاهلها بصراحة. للاسف محتاجين دليل اكبر من كده. ده كلام واحد عايزه تنتقم من واحد وتلبسه اي قضيه. قول لي مكان الفلوس فين او سجل لي اي اعتراف ليه عشان اقدر اتحرك رسمي. مساء الخير. ازيك يا استاذ شوقي؟ عارفني طبعا. عموما انا طول عمري بسمع عنك واعرف قد ايه انت محامي كبير، بس ما كنتش فاكر انك محامي شاطر قوي كده. ده انت اللي اكتشفت ياسمين بقى. أنت زياد ابن توفيق إبراهيم. تصدق؟ صورك مالية المواقع والأخبار. مش أنت رجعت للناس فلوسها
وطلعت ابوك من السجن؟ بس في يا اخي 3 مليار جنيه مش لاقيهم، مع اني قلبت عليهم البيت. ما تعرفش ممكن الاقيهم فين؟ انت متصور ايه يا حبيبي؟ انا مش متصور حاجه. انا معايا اعترافات تفصيليه من ياسمين عن علاقتك بجلوبال موتورز ومصطفى العسال من ايام ارض المستقبل، وعن علاقتك بيها وازاي انك كنت حلقه الوصل بينها وبين الرجاله اللي اتجوزتهم. حضرتك سرقت الناس، خدت 60 مليون دولار من ارض المستقبل. ده غير دورك في النصابية الكبيره. انت اللي خططت لكل حاجه. انا استفدت فعلا، لكن مش انا اللي خدت الفلوس دي. انت غلطان، بس انا ممكن اساعدك. بجد؟ بجد. بس انا عارف ان الكلام اللي هقوله واللي هتعرفه هيغير موقفك بجد، خصوصا بعد ما طلعت ابوك من السجن ورجعت للناس فلوسهم. بس دي مش القيمه الحقيقيه لفلوس الناس. بس الناس مبسوطين، الكل مرضي زي ما بيقولوا. ليه بتفتح كلام ممكن يسبب لك مشاكل بعد كده؟ ما تقلقش عليا. ترجعش تقول اني ما حذرتكش. اوعدك اني مش هقول كده. ولا هتقول حاجة تانية خالص. عاوز تعرف مين هو اللهو الخفي؟ عملت ايه؟ اللي انت قلت لي عليه. اتأكدت ان الحاجة موجودة؟ موجودة في البدروم وبخير. انا جاي اخد حاجتي وامشي. تمشي تروحي فين؟ وحاجتي اللي هتاخديها دي؟ اللوحات بتاعتي والشغل اليدوي اللي كنت بعمله. وزياد مشكش فيا خالص، افتكر اني راجعه هربانه من ماما وعايزه اخد حاجتي وابيعها. كويس قوي. باباك ده عبقري، هو اللي حط الخطة كلها. أرض المستقبل كانت بتخسر، هو كان عارف إن الدولار هيزيد وسعر الصرف هيتغير. أول ياسمين ما قالت له على موضوع توظيف الأموال لقاها فرصة عظيمة عشان يحول الخسارة لمكسب. كان عارف إنك هتتصرف، كان عنده ثقة غريبة في الموضوع ده. أنا شخصياً ما كنتش مصدق أو ما كانتش تفرق معايا، لكن هو قال لي إنك وإنت في أمريكا لما الشركة بتاعتك خسرت بسبب القضايا اللي كان بيرفعها عليك، إنك عملت حاجات عظيمة عجبته جداً. لما النصابية اتكشفت، هو اللي كان بيسرب لك المعلومات اللي انت استغلتها عن جاسر وهاشم وياسمين واللي كانوا بياخدوه. بس انت بقى كملت وعرفت حاجات ما كانتش في الخطة. برافو، اديك عرفت كل حاجة. زي ما بقول لك، الكل مرضي. برافو برافو يا زياد، مجهود عظيم حقيقي. المهم ان الحق رجع لاصحابه. الأهم إن احنا نرجع نعيش تاني مع بعض. بس هنضطر نبتدي من جديد. مفيش مشكلة. قيمتنا الحقيقية يا ابني مش في الفلوس ولا الإمكانيات اللي معانا. الفلوس بتيجي وبتروح. قيمتنا الحقيقية في اللي عارفينه ونقدر نعمله. ايه اللي نقدر نعمله؟ شوف، أي واحد ممكن ينصب، يسرق، يلاقي فلوس في الشارع، بس مش أي واحد يقدر يعوض اللي راح منه. طول ما أنت واقف على أرض صلبة وبتمتلك الخبرة والكفاءة وتقع وتقوم أكتر من مرة، دي ثروتك الحقيقية. يعني مهما حصل لك، لو عافرت وقاومت وكملت، تقدر تقف على رجليك من تاني. والحمد لله بعد اللي انت عملته، احنا مش بس سهل ان احنا نقدر نبتدي من اول وجديد، ده احنا كمان قدرنا نستعيد ثقة الناس فينا، والحقيقة بانت، واللي سرق دخل السجن وخد جزاؤه، والحق رجع لاصحابه. صح كده؟ صح كده.
لو كان الكلام اللي انت بتقوله ده صحيح، طب فين الفلوس؟ وهتعمل ايه عشان تعرف مكانها؟ انا عارف مكانها. باباك ده عبقري، هو اللي حط الخطة كلها. لا، بقول لك ما تتصرفش في الخزنه دي. مش فاهم ايه الخزنه العتيقه دي يا حاج؟ مالها؟ يعني في حاجات احدث من كده بكتير، بالتاتش بقى وامانه اعلى بكتير. انا مش عايز غير الخزنه دي. اول فلوس كسبتها في حياتي حطيتها هنا. خلاص تبقى الخزنه دي. اتاكدت ان الحاجه موجوده؟ موجودة في البدروم وبخير. بتدور على حاجة يا حاج؟ انت رتبت المكان وشلت الحاجات؟ تسأل ليه؟ الخزنة مش موجودة. فاضية. خزنة فاضية. وديتها فين؟ مفيش، أنا لقيتها يعني مركونة بقالها كتير ما بنعملش بيها حاجة. فقلت يعني ملهاش لازمة. أيوة، وديتها فين يعني؟ سلمتها للبوليس. $270 كيلو دهب يعملوا لهم النهارده 2 مليار جنيه. وفي مليار مع شوقي قصاد مجهوداته الكبيره واسهامه في الموضوع، مش خساره فيه. انت مش فاهم حاجه. للاسف الوقت فات خلاص، ما بقاش ينفع تفهمني ولا له اي لازمه. المشروع كان بيخسر، شقى عمري كان هيروح مني. الفلوس اللي شقيته شفت المر عشان اسيبها لكم تحميكوا كانت هتضيع. تحمينا؟ انت عارف انا كام مره اضطريت اهرب امي واخواتي وانقلهم من بيت لبيت؟ ده انا هربتهم بره البلد عشان حياتهم كانت في خطر. ازاي متخيل ان مال حرام زي ده هيحمينا ولا هيخلينا نعيش في امان؟ الكل طلع كسبان، الناس خدت فلوسها والقضيه اتقفلت. صح، جايز من ناحيه الاوراق والقوانين القضيه اتقفلت والناس فعلا اضطرت انها تتنازل قصاد اي حاجه بعد ما راح شقى عمرهم، بس ده مش عدل. كنت بدافع عن حقكم يا ابني. كان في اصول وممتلكات ممكن تتباع وكنا نسدد الديون، وبعديها كان هيفضل اللي يخلينا نبدا من جديد بس على نظافه. وعمر اللي ضاع. انت لسه قايل الفلوس مش كل حاجه. انت بنيت نفسك بشرف وهتقدر تبني نفسك من تاني بعد ما تخرج من السجن. أنا سألت الأستاذ عصام المحامي وقال لي كلها 3 سنين وأنت قضيت منهم 2 وشوية. هانت، سامحني.
الأخبار الغريبة برضو معانا النهاردة الخبر اللي انتشر مؤخراً على السوشيال ميديا، قضية توفيق إبراهيم اللي من الواضح كده إنها لسه مخلصتش. في تطورات صادمة حصلت في القضية وفلوس أكتر رجعت للمودعين. ومعانا الأستاذ عصام المحامي عن المودعين اللي هيشرح لنا بالظبط إيه اللي حصل، ومعانا برضو السيد العقيد عماد محجوب من الأموال العامة. أهلاً بيكم. أهلاً بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. عايزين نشرح للناس إيه الموضوع بالظبط. الموضوع ببساطه ان الحقوق كانت لازم ترجع لاصحابها، دي وظيفتنا في وزاره الداخليه، والحمد لله هو ده اللي حصل. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت لك، فص ملح وداب. طب والبيت هنا؟ اتباع، والسكن الجديد هيستلمه من بكره. زياد اختفى. انا كلمته موبايله مقفول. وفلوسنا؟ انا كلمت المحامي وهو قال ان احنا هناخد فلوسنا بس يبقى معانا ما يثبت، وكمان هناخد القيمة المضافة، بس ده مش قبل شهرين 3. 4 5. حليني بقى، ما الحدايه ما بتحدفش كتاكيت. بتكلم على 10 مليون جنيه. عدنا خدتهم. يعني ايه؟ يعني عايزينك خدتهم. سيد، وانا كنت بقول لك انت ايه؟ غبي. انا اغبى منك. وما بفهمش. انا ما بفهمش اكتر منك. وهلهولك. برغم ان عمري ما قلتها لك، بس انا اهلهل منك. طب يا جماعه، كل واحد بقى يروح يشوف مصلحته. يعني ايه؟ يعني احنا هنعمل ايه؟ يعني هنفوق من الحلم اللي احنا كنا عايشين فيه. كل واحد بقى يروح يشوف له شغلانه يحاول ياكل منها عيش، علشان خلاص 10 مليون بخ. ده احنا طلعنا هلاهيل قوي قوي. ده احنا طلعنا خبقات قوي قوي. ده احنا طلعنا جواميس الديل قوي. اهو شوقي اتقبض عليه. قلت لك مش هيهرب. مش فاهمه ازاي مفكرش يهرب بره البلد بعد ما انت كشفته. كان فاكر اني مش هبلغ عنه عشان ابويا ما يتجرش معاه وهو لسه خارج من السجن. كل حاجه قلتها من الاول كانت صح. الحمد لله ان احنا خلصنا منه. شوقي ده كان اخر واحد في الليسته. خلاص كده؟ لسه حاجه بسيطه، اخر حاجه ان شاء الله. نزل انا لك ايه؟ ليه لا تقبضه؟ قبضه. انت كنت خد 5، سيب 5 كله كده. لورا لورا يا لورا يا لورا لورا، قومي يا حبيبتي، يلا هنتأخر. قومي يا ماما. الساعة كام؟ الساعة عدت 7:30. ايه؟ ما انا بقول لك متأخرين. تاني؟ ما انا قلت لك خلي المنبه عندي وانا اللي اصحيك. معلش يا خالتي، المرة الجاية هبقى اسيب المنبه عندك دقيقة والاقيكي لابسة هدومك كلها. يلا يا رب صبرني، هو كل يوم على نفس الموال. يلا يا لورا، متأخرين. حاضر. معلش بقى، ما لقيتش برجر فعملت لك جبنة. مش فارقة. مالك يا خالتي؟ انت عارفة انك المفروض تدفع مصاريف المدرسة النهاردة؟ عارفة، بس أنا هكلمهم يعني يأجلوا شوية
والله قسطه حتى. لو ما قدرتيش. تحب اكلم باباكي؟ لا، انا ممكن انقل في مدرسة تانية عادي. لا طبعا يا حبيبتي، انا مش هعمل كده. صدقيني مش مشكلة، انا اصلا اتخانقت مع ولد في الفصل ومش عايزة احتك بيه تاني. تحتكي؟ انا لسه عارفه معنى الكلمه دي من قريب. هو انت في ام تانية بتربيكي من ورايا؟ عموما ما تقلقيش يا خالتي، انا هتصرف في موضوع المصاريف ده، ربنا كبير. مش انت كنتي قايله لي ان في فلوس جايالك؟ ما انا اتنصب عليا في الفلوس، منهم لله. تبقي خلي بالك. حاضر، المره الجايه لما عصابه تعرض عليا اشترك معاهم هبقى مديهم على شيكات. ايوه كده يا اختي، اضحكي، محدش واخد منها حاجه يا خالتي. يا رب ما تكونش المدرسه. مالك في ايه؟ في ايه؟ في ان انا هيجرالي حاجه من الفرحه، في ان انا عايزه ازغرط. بقول لك ايه، المدرسه بتاعتكم دي بكام؟ كلها؟ هي وصاحبك اللي انت مش عايزه تحتكي بيه يجي لهم كام؟ انا مش فاهمه حاجه. مش فاهمه ايه؟ تعرفي تزغرطي؟ زغرطي. شاكر الصراحه يعني انك لقيت وقت تقعد معايا. يا باشمهندس، انا كده قاعد على القهوه بقابل اي حد، ملوش لازمه المواعيد، بس اللي انا مستغرب له لغايه دلوقتي عايز ترفع قضيه. لا انا ارفع قضيه ايه بقى وانا لا اكل اصلا. انا كلمتك عشان موضوع الشغل يعني اللي انت كنت كلمتني فيه. الشغل؟ شغل ايه يا باشمهندس؟ اللي هي الشركه اللي انت بتفتحها انت وزمايلك. المكتب. ايوه المكتب. انا تمام يعني، موافق على الشغل و5000 جنيه كبدايه مش وحش يعني. 3000 يا باشمهندس. هو انت مش كنت قلت 4؟ يعني مش 5. ان شاء الله نبدا ب 3000. ماشي 3000 تمام. انا كنت عايز اعرف بس ايه طبيعه الشغل، يعني انتوا محتاجين مهندس كمبيوتر في الشركه يعمل ايه بالظبط يعني؟ يا باشمهندس، مكتب استشارات قانونيه عاوز مهندس كمبيوتر في ايه؟ احنا يا دوبك عايزين واحد بيعرف يكتب على الكمبيوتر ويخلص مشوار المحكمه والموكلين، مشوار المكتب يعني وكده. يكتب على الكمبيوتر ويروح مشاوير؟ وماله؟ مش عيب برضه. بس هو يعني بقى في بدل انتقالات ولا من ضمن ال 3000؟ في فسبه عقده المكتب، بس همضيك عليها. طبعا طبعا، عشان تضمن حقك يعني، لا قدر الله الفسبه حصل اي حاجه ابقى انا اللي متحمل. ثانيه واحده بس بعد اذنك، بس انا اسف. ان شاء الله ممكن نبدا من بكره الصبح، مواعيدك من 7 الصبح لحد 7 بالليل. استاذ صلاح، هو المكتب بتاعك بالموظفين بالفسبه بيك انت شخصيا تعمله كام؟ عم مسعود واخد مني حاجه ومش عايز يرجعها لي، بس انا بعون الله هطلعها منه. اسمع التشجيعه كبيره قوي. سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد. طلع اللي معاك يا عم مسعود، يا عم مسعود يا لئيم، يا لئيم يا عم مسعود. تحيه كبيره لعم مسعود. ما تضحك يا عم مسعود، اضحك، اللي راح منك مش قد اللي راح مني. انا كنت بلعب بمليارات. الله يمسيك بالخير يا وجهه. اضحك يا عم مسعود، ما تكرهناش في الشغلانه اللي فاضلالنا. انت لسه الدنيا قدامك يا ابني. لسه الدنيا قدامي؟ انا بسمع الكلمه دي بقالي ياما. طب اخليها ورايا يمكن تتعدل. هو انت مش حاوي ولا ايه؟ اعمل لك حركتين كده يمكن تهدى وتتعدل معاك. يا عم مسعود، انا بطلع ارنب من الطاقيه، اطلع جنيه من ورا ودنك، انما اعدل الدنيا ما بتتعدلش للي زينا. قال لك شربة عم مسعود تنزل الدود، تاخد الشربة ينزل الدود، تاخد الدود ينزل الشربة، تاخد الاتنين ينزل عم مسعود. انزل يا عم مسعود، انزل يا عم مسعود، ما تكرهناش في العيشة ولا عايشين. بنت يا أمورة، أمورة، أنت بتهببي إيه؟
ايه يا سيد، هي مش دي الفقره بتاعتي ولا ايه؟ مفيش فقرات تاني، انت مش هترقصي تاني. بصي ليه؟ هو اللي انا شايفاه ده بجد؟ الفلوس يا بت. ورثني يا سعيد. الفلوس يا عموره. سعيد يا سعيد. ابو السيد، شكرا على كل اللي عملته معايا. لولاك ما كناش لقينا فلوس ياسمين. شكرا انك صدقتيني ووثقتي فيا. انا عارف ان اليومين اللي فاتوا سيبت ركبك، معلش كان لازم اتحرك واختفي شويه. بسببك الحق رجع لاصحابه. متشكر جدا على دعمك ومساعدتك ليا. بسببك في آلاف النهارده حياتهم اتغيرت، ومن حقك انت كمان انك تعيش. 10 بقوا 15. والحق روح بقى لصفية وفكروا مع بعض في مشروع تعملوه. صحيح احنا كنا متفقين ان انا هديلك 10 مليون، بس انا بعد ما فكرت لقيت انك تستاهلي 15 مليون جنيه. انا شايف انكم تفتحوا جاليري، وبرضه ممكن تشتغل في السوفت وير وقطع الغيار، بس على تقيل بقى. بس خليها هي اللي تمسك لك الحسابات. عشان كده وبعد ما رجعت للأب مي قررت ان اديلك 5 مليون فوق ال10، وبسلم لي على أمورة واتجوزوا بقى، بس اوعى تحبسك. هتفضل مستخبي كده كتير؟ امي واخواتي مش فاهمين اللي حصل. وانت فاهم؟ هو ده العدل. انا صحيح كان كل همي اني ازاي اخرج ابويا من السجن، بس لانه كان يستاهل، لانه ده كان حق. لما لقيت الحق في حته تانية مشيت ورا الحق ومش ندمان. طيب الفلوس اللي انت اديتها لسيد وصفية وتامر جبتها منين؟ دي بتاعتي، من بيع الاصول ومن نصيبي. طيب معاك فلوس تاني؟ ده انت داخله على طمع بقى. معايا أحياناً يكون أفضل شيء هو أن تأخذ استراحة محارب، تتأمل، تخطط بتركيز قبل أن تبدأ معركتك الجديدة. زمانها دلوقتي قاعده مستخبيه وبتخطط لي. انا مستني. المهم ما تكونش شكت فيكي. ما تقلقش، قلت لك انا من ساعه ما سليمان شغلني معاها وانا مفهماه ان انا هعمل لها اي حاجه هي عايزاها، حتى لو هقف معاها ضده هو شخصيا. وبعدين لو ما كانتش وثقت فيا ما كانتش خلتني اشترك معاها في تمثيليه موتها. ففكره ان انا بشتغل معاك دي لا يمكن تخطر على بالك. لا تقتل عدوك اليوم لتجد من تهزمه في المستقبل.